السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. بمناسبة اللي الأسعار كلها ولعت وكل يوم بسعر، وخامات الحلواني كلها غالية جدا، فالنهاردة بإذن الله هعمل معاكم مربى الحليب بطريقة حلوة جدا تقدري تعملي بيها روزوتات متماسكة، قوامها تحفة يا بنات، طعمها ممتاز فوق الممتاز. وكمان لو حابة تعمليها حاجة اقتصادية هقولك على البدائل، بس دي مربى الحليب الصح اللي هي بتاعت الشركات، وأحلى كمان من بتاعت الشركات مليون مرة. طعمها حلو جدا جدا جدا. فتابعي بقى معايا الفيديو للاخر. نسيت اسلم عليكم، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسلامه وراحه بالي، اللهم امين. النهارده بقى هنعمل مربى الحليب بطريقه حلوه جدا وسهله جدا. ركزي كده معايا 250 جرام من الكريمه اللباني. تمام، كريمه اللباني سايله 250 جرام منها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وزنه لكم على الميزان. وشويه كده هقول لك ازاي تعايريها كمان لو حابه بالكوبايه. تمام. صلّتوا على النبي، ضغطتوا لايك، صلّتوا على النبي، انزلوا كده صلّوا على النبي في التعليقات واضغطوا لايك كده للفيديو. تمام، عشان إيه، نصحصح كده مع بعض ونفوّق مع بعض. معايا كمان 250 جرام من السكر عادي خالص، سكر أبيض، سكر أسمر، السكر المناسب. تمام، أنا باحاول أضبط الميزان بالضبط عشان تشوفوا كده أهو، 250 جرام من السكر أهو. تمام. ده السكر بتاعنا وحطيناه في الحله. معايا بقى شوكولاته بيضه، معايا حوالي 150 جرام من الشوكولاته البيضه، ومعايا 40 جرام من الزبده. ده 40 جرام من الزبده هنوزنهم الاول، وبعد كده هنوزن الشوكولاته البيضه، هنوزن 150 جرام من الشوكولاته البيضه. هنشوفهم كده قد ايه. هو حوالي كده مكعب ونص تقريبا يعني من الشوكولاته البيضه. لو انت مثلا ما عندك الشوكولاته الكبيره دي بيكون مكعب ونص من الشوكولاته، بيكون ايه 150 جرام. تمام. معايا بقى السكر وحطيته في الحله. بما ان الحله دي سلستين فانا كنت خايفه جدا وواقفه ايه جنبها، لكن انت اشتغلي في حله المونيا اضمن بكتير. لكن انا واقفه جنبها طبعا، كنت حله سلستين حله المونيا، اقفي جنبها وما تسيبيش ايدك منها خالص. اول ما تبتدي السكر يكرمل كده من على الجناب ومن تحت، قلبي بالراحه خالص، بس قلبي بالراحه وما تجيبيش السكر على الجوانب، علشان ايه ما يتعبكيش بعد كده وياخد وقت معاكي عما ايه يعمل كراميل. تمام. انا كنت واقفه كده اكل تفاحيه بستله كده عما هو حضرته يدوب وايه ويتكرمل كله. تمام. بدأ السكر كده يتكرمل، بدأت انزل كده واجيب يعني اقلب بالراحه كده علشان اجيب كل الجناب وما يبقاش في سكر. لسه لحد الان في سكر ما اتكرملش، بس انا بقلب بالراحه كده علشان السكر بتاعي ما ياخدش لون غامق قوي، وفي نفس الوقت اجيب كل الجوانب كلها تسيح وكلها تتكرمل مع بعضها. احنا كلنا شاطرين على نار هاديه خالص كده، وما تحطيش ايدك الا لما تلاقي الطبقه اللي تحت بتاع السكر اتكرملت والجوانب بتاعته كلها ساحت يعني، والجوانب بتاعته كلها ساحت وبدأت ايه تسيح. تبقى ايدك فيه بقى عشان ما ياخدش لون ايه زيادة عن اللزوم. تمام. وصلنا من هنا وتمام ولا لا يا ولاد؟ تمام ولا مش ضغطتوا لايك ولا ما ضغطتوش؟ شايفين لون السكر كده؟ انا بقول لك هنا خلاص السكر بدأ يدوب في زي ما انتم شايفين. كام حاجة كده من على الجناب اتنطرت معايا. انا الحقيقة حطيت كده المعلقة بسرعة قبل ما السكر يتكرمل، علشان ايه انا كنت خايفة دي صن ايه حلة سلستين، كنت خايفة لا تحرقها وكده يعني. ننزل بقى بالكوبايه من الكريم، كريم لباني. هننزل بالكوبايه كلها زي ما انتم شايفين. السكر اكيد اكيد ما دام الكريمه هي الكريمه ساقعه، والسكر اكيد هيتكتل. الخطوه ديت على فكره ما تقدرش يعني، عادي خالص، حاجه طبيعيه خالص انه السكر يتكتل معاكي، وانه هياخد وقت شويه عما يدوب. عادي خالص، مفيش اي مشكله. ايدك فيه وقلبي، اول ما الكريمه بتاعتك تسخن هيرجع السكر يدوب وترجعي مفيش اي تكتلات في الخليط، والخليط كله يبقى معاكي تمام. حتى لون هنا الكراميل تحسوا ان هو غمق شويه، لا ما غمقش ولا حاجه. هو انا اصلا بصيت للتليفون حسيت ان اللون غمق شويه، لكن هو في الحقيقه كان لونه حلو جدا. وزي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو هيطلع على مربى الحليب لونها تحفه وحلوه قوي قوي زي اللي بنشتريها من بره بالظبط، وقوامها كمان مناسب. نقدر نعمل اي يعني في اسئله كتير بقى هتجيني في الوقت ده. اقدر يا ام كريم استغنى عن الكوبايه من الكريمه دي واحط كوبايه من اللبن؟ تقدري على فكره وتحوليها لكريمه يعني تحوليها لمربى حليب اقتصاديه، بس في الوقت ده لازم تزودي الشوكولاته البيضه شويه، عشان علشان لو انت مشيتي بنفس المقادير واستغنيتي عن الكوبايه ده وحطيتيها من اللبن، هتلاقي مربى الحليب بتاعتك بتسيح وسياحه وما تدكيش القوام اللي انا وريتهولك في اول فيديو. تقولي لا هو يا ام كريم ما ادتنيش القوام، يا ام كريم الوصفه مش حلو. لا، انت ساعتها لازم تزودي ال 200 جرام ال 150 جرام شوكولاته بيضاء وتخليها 200 جرام، لان هي دي ساعتها اللي هيديكي سمك وهيديكي يعني هيخليها تربط من الاخر. تمام، فاهميني؟ فانت لو عايزه تحطيها لبن تمام، حطيها لبن، بس ساعتها زودي
زودي الشوكولاته، خليها 200 جرام مش من 150 بس. تمام. الشوكولاته البيضاء يا جماعه هي اللي بتديها سمك وهي اللي بتديها تقل. لو انت قللتي عن كده هتلاقي مربة الحليب بتاعتك بتسيح معاكي، ما بتديكيش روزيتات حلوه وسياحه معاكي. فاحنا كده هنبعد خالص كده، عايزين سمك مربة الحليب زي اللي بنجيبها من بره، نحط الروزيتا على التورته تبقى ثابته وتمام وزي الفل. هفضل اقلب كده لغايه ما هي التكتلات كلها تضيع، والخطوه دي تفضلي كده تعملي فيها شويه كتير. ثانيا هنحط بعد كده الشوكولاته البيضاء وهنحط الزبده. بس الزبده ما تتحملش الحراره، والشوكولاته البيضاء هكذا ما بتتحملش في حراره. فانا هشيلها كده الحله من على النار، وهحط الزبده والشوكولاته البيضاء خارج النار. لكن انا لو حاسه ان هما ما دبوش يعني ارجع ارجعهم على النار، يعني دقيقه كده وانا واقفه واقلب. لكن انا شوفوا هعمل الخطوه دي، هو انا رحت فين؟ انا كل ده بقلب. هنرجع بقى نقول ممكن نستغنى، ما نقدرش نستغنى عن الشوكولاته البيضاء، حاجه من الاساسيات. الزبده طبعا بتديها قوام وطعم حلو جدا، برضو حاجه من الاساسيات. هي الكريمه اللباني، تقدري تستخدمي كريمه لباني بودر. لو استخدمتي كريمه لباني بودر قلبيها مع شويه ميه كاننا فاكرين ما نيجي نعمل النشا كده، وحطيها عادي تستخدميها. كل دي بدائل عادي مفيش اي مشكله. بس الكريمه اللباني بتديها طعم حلو جدا جدا جدا. يعني انت لو عملتي حاجه اقتصاديه باللبن بس، ما تجيش تساليني على طعم المحلات، ما تجيش تساليني على القوام. تمام. فخليكي كده في الحاجه المضمونه. الطريقه دي مضمونه جدا بنفس التكنيك دي. تمام. عايزه تمشي نفسك وهتعمليها بكوبايه اللبن، تمام مشي نفسك. بس زي ما قلت لك يعني زودي الشوكولاته البيضاء شويه عشان تديها سمك معاكي، وتيجي تعملي بعد كده الروزيتا على التورته تلاقيها تمام وزي الفل. انا فضلت اقلب كده شويه زي ما انتم شايفين، شويه كتير لغايه ما كل التكتلات اللي هي في قلب الخليط تنتهي خالص. او بعد كده هبدا احط بقى الشوكولاته البيضاء واحط الزبده خارج النار يا جماعه، خارج النار. وتعالى هقولك كمان لو حسيتي ان فيها تكتلات هنعمل ايه. صلاتوا على النبي يا اولاد، ضغطوا لايك اهو. انا يا اولاد وصلت، يا اولاد الشوكولاته البيضاء وصلت. قطعتها كده بالراحه مكعبات كده صغيره، وبدات اضيفها شويه بشويه، ولسه اضيف كمان شويه. وزي ما انتم شايفين كده الشوكولاته البيضاء كده، وقمت على طول طافيه النار. وبعد كده الزبده بقى، الزبده كانت متكتله يعني كانت مجمده. للاسف كنتش مخرجاها وقتها بوقت كافي، لان المفروض تكون بدرجه حراره الغرفه. فبرضو تعبتني عما دابت. وبعدين الخليط ده على نار هاديه جدا، ما تعليش النار خالص خالص خالص. زي ما انتم شايفين هفضل اقلب لغايه ما الشوكولاته البيضاء والزبده يدوبوا، وهرجعهم على النار بس ثانيه تاني علشان انا حسيت ان هما مش هيدوبوا كده. ودي اخر كميه من كميه الشوكولاته اللي معايا، فحسيت ان هما مش هيدوبوا. اصلا حطيت الشوكولاته وحطيتي الزبده، بتلاقي الخليط سمكه اختلف تماما وبدا يتقل معاكي ويلف معاكي. انا هرجعهم على النار زي ما قلت لكم دقيقه واحده، وتعالوا اشوف اختلف ولا لا. لان زي ما انتم شايفين سبت لكم كل حاجه في الفيديو علشان ما اخبيش عليكم حاجه. زي ما انتم شايفين حسيت ان في لسه نقط من الشوكولاته ما دابتش، ونقط من الزبده ما دابتش. وزي ما انتم شايفين قدامي كده محببه كده، فقلت لا هي ما دابتش، لازم ترجع على النار شويه علشان تدوب. بس خلي بالكم الشوكولاته ما تستبش كتير على النار. اهو انا بوريها لكم اهو، الشوكولاته ما تستبش كتير على النار. والخطوه ديت انا حبيت ان انا ابعد عن النار، لان الشوكولاته البيضه بتفصل يا جماعه. اما بتاخد درجه حراره كبيره بتفصل، ولو فصلت معاكي يبقى الوصفه كلها باظت. يعني هتفصل بقى وتبقى وحشه وتمط وتعمل فتل وحاجات كده غريبه كده. فاحنا مش عايزين كده، فخلي بالكم كده. حطيها كده بعيده عن النار، ما لقيتهاش دابت رجعيها دقيقه واحده بس. هنعمل ايه بقى علشان نتاكد بقى ان هي تمام وزي الفل؟ هنصفيها اهو. هنصفي بقى مربة الحليب بتاعتنا، جبنا المصفى وصفيناها عشان اي حاجه في الشوكولاته ما دابتش، سكر ما دابش، زبده، اي حاجه ما دابتش في الخليط اللي احنا عملناه ده، كلها تبقى ناعمه وحلوه جدا وكلها زي بعضها اهو. الخطوه دي مهمه جدا، انت تصفيها. صفتها كده وخرجت طبعا الشوكولاته بقلب المصفى علشان تكون كلها دايبه وزي الفل اهو. انت بس قلبيها كده هتلاقيها، شوفوا الناحيه التانية المصفى خرجت الشوكولاته ودايبه وحلوه. قلبيها بقى هي لسه سخنه. شايفين قوامها عامل ازاي؟ هوريكم القوام وهي لسه سخنه، وهوريكم القوام من بباتت ليله. هوريكم قوامها عامل ازاي. هي تقيله وحلوه وزي الفل، بس هي طبعا لسه سخنه جدا جدا جدا. اما بنبيتها ليله بقى بتدي سمك حلو جدا جدا. زيني بقى التورت، تعملي احشي بقى، اعملي بقى التورت الميني تورت الصغيره وسيحي عليها مربى الحليب. مربى الحليب ما بتسيح سيحيها بميه بارده من الحنفيه، بتدي نفس اللون بالظبط.
احسن من الميه السخنه. عايزه تعمليها بميه سخنه تمام، لكن عايزه تسيحيها بميه بارده كده من الحنفيه كده، وايدك فيها ايدك فيها بتسيح، وبتحطيها على وش التورته، ودي طريقتها بتبقى حلوه جدا. تعالى اما اوريكم بقى سمكها كده. يعني لو ما خدش باله من السمك، شايفين دي لسه ايه، لسه سخنه. هنفرغ كده اللي فيها. انا كنت عايزه استخدم الشويه التانيين دول فسبتهم في قلب العلبه، لكن حطيت دول وبيتهم لتاني يوم. شايفين بقى السمك بتاعي عامل ازاي؟ والله العظيم حلوه جدا وطعمها جميله. الطفي طعمه حلو قوي 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 قوي. انا ساعتها بقى كنت عايزه اخترع لها موت اختراع، ان انا اكلها تورتايه سوداني شويه شوكولاته اي حاجه، بس كان طعمها خطير ورهيب وحلوه جدا، وسكرها مظبوط. تقدري تعايري الحاجه بالكوبايه، لان انا نسيت اقول لكم. بتقدري لو تحطي كوبايه كريمه هتحطي معاها كوبايه سكر، مقدار السكر زي الكريمه. والشوكولاته البيضاء زي ما قلت لك من 150 ل 200 جرام شوكولاته. لو تستخدمي كريمه لباني يكون 150، لو هتستخدمي لبن يبقى 200. وصفة النهاردة كده خلصت. يا رب اكون فدتكم ولو حاجة بسيطة. ما تنسوش الاشتراك في القناة، وتنسوا تشجعوني بلايك وكومنت حلو من عندكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد. قوامها روعة يا بنات، جربوها بجد، طعمها روعة الروعة والله العظيم، طعمها رهيب رهيب رهيب، بتاعت المحلات بالظبط واحلى منها كمان. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.